في ناس كتير جدا عندها عادة غريبة شوية. عادة ممكن تخلي اللي حواليهم يستغربوا منهم، وهي إنهم بيحبوا يقعدوا مع نفسهم ويتكلموا مع نفسهم أكتر بكتير من إنهم يتكلموا مع أي حد تاني. يمكن تكون أنت واحد منهم. يمكن تكون بتلاقي نفسك قاعد لوحدك وفجأة تبدأ تحكي لنفسك، تناقش نفسك، تراجع يومك، أو حتى تعمل حوارات كاملة في دماغك. وممكن كمان تكون لاحظت حاجة أغرب، إنك لما بتتكلم مع نفسك بتكون مرتاح أكتر وصريح أكتر ومش حاسس بأي ضغط. لكن أول ما تيجي تتكلم مع حد تحس إنك مش مرتاح أو مش عايز تتكلم أصلا. فالسؤال هنا، ليه ده بيحصل؟ ليه في ناس بتحب الكلام مع نفسها أكتر من الكلام مع الناس؟ وهل ده طبيعي ولا ده معناه إن الشخص عنده مشكلة؟ خلينا نفهم الموضوع خطوة خطوة. أول حاجة، دماغك بيحب الأمان. دماغ الإنسان طول الوقت بيدور على حاجة واحدة بس، الأمان. ولما تيجي تتكلم مع حد في احتمالات كتير ممكن تحصل. ممكن الشخص ده يحكم عليك، يسخر منك، يفهمك غلط، أو حتى ما يهتمش بكلامك أصلا. فدماغك بيقولك حاجة بسيطة جدا: طب ما نتكلم مع نفسنا وخلاص. لأن لما بتتكلم مع نفسك مفيش حد هيحكم عليك، مفيش حد هيضحك عليك، ومفيش حد هيكسفك. انت آمن 100%. وعشان كده ناس كتير بتفضل الحوار الداخلي. تاني سبب، إنك فاهم نفسك أكتر من أي حد. خلينا نكون صريحين شوية، محدش في الدنيا كلها ممكن يفهمك زي ما انت فاهم نفسك. حتى أقرب الناس ليك ممكن يفهموا جزء منك، لكن مش هيعرفوا كل حاجة جواك. لكن انت عارف ليه اتضايقت، ليه فرحت، ليه اتعصبت، وليه سكت. عشان كده لما بتتكلم مع نفسك بتحس إن الكلام مفهوم بدون شرح طويل. مفيش حاجة اسمها استنى فهمك قصدي ايه، انت أصلا فاهم. تالت سبب، الناس بقت مرهقة نفسياً. خلينا نعترف بحاجة مهمة، التعامل مع البشر بقى مرهق جداً. كل شخص ليه مزاج مختلف، تفكير مختلف، متوقعات مختلفة. وفي أوقات كتير بتحس إنك لازم تمثل شخصية معينة عشان الناس تقبلك. يعني مثلاً مع صحابك شخصية، مع أهلك شخصية، مع الشغل شخصية. فبعد شوية بتحس إن الموضوع بقى متعب جداً، فتقرر تعمل حاجة بسيطة: تقعد لوحدك وتتكلم مع الشخص الوحيد اللي مش محتاج تمثل قدامه، نفسك. رابع سبب، دماغك بيحل المشاكل بصوت. في دراسة نفسية بتقول إن بعض الناس لما بتفكر بصوت عالي دماغهم بيشتغل بشكل أفضل. يعني لما تقول طب لو عملت كده هيحصل كذا، بس لو عملت كده ممكن يحصل كذا، انت كده مش مجنون، انت بتنظم أفكارك. الكلام مع النفس في الحالة دي بيكون زي جلسة تفكير، كأنك عامل اجتماع بينك وبين نفسك. خامس سبب، تجارب قديمة مع الناس. أوقات كتير السبب الحقيقي بيكون تجارب حصلت في الماضي. ممكن تكون اتكلمت مع حد قبل كده، وثقت فيه وحكيت له أسرارك، وبعد كده استخدم الكلام ضدك، أو سخر منك، أو نشر كلامك. النوع ده من التجارب بيخلي دماغك يعمل حاجة اسمها حاجز نفسي. يعني دماغك يقولك بلاش نحكي لحد، خلي الكلام بيني وبينك. ومن هنا يبدأ الشخص يفضل الحوار مع نفسه. سادس سبب، الوحدة الاختيارية. في فرق كبير بين الوحدة والعزلة الاختيارية. الوحدة يعني إنك مجبور تكون لوحدك، لكن العزلة الاختيارية يعني إنك مختار تكون لوحدك. ناس كتير بتحب الهدوء، الهدوء اللي يخليهم يفكروا براحتهم، يفهموا نفسهم، يراجعوا حياتهم، والكلام مع النفس بيكون جزء من الحالة دي. لكن السؤال المهم بقى، هل الكلام مع النفس حاجة صحية؟ المفاجأة إن علماء النفس بيقولوا إن الكلام مع النفس في أغلب الحالات شيء طبيعي جدا، بل بالعكس أحيانا بيكون علامة إن الشخص واعي بنفسه، بيفكر بعمق، بيحلل حياته. لكن المشكلة بتبدأ لما الكلام مع النفس يتحول من مجرد تفكير أو تحليل إلى هروب كامل من الناس. يعني إيه؟ يعني إن الشخص يبدأ يقفل على نفسه أكتر وأكتر، ويبقى شايف إن كل الناس وحشة، وكل الناس متعبة، وكل الناس مش فاهمينه. ساعتها الموضوع ممكن يتحول من مجرد عادة إلى حاجز بينه وبين العالم كله. وده ممكن يسبب مشكلة بعد فترة، لأن مهما حصل الإنسان كائن اجتماعي. حتى لو بتحب القعدة لوحدك، حتى لو بتحب هدوءك، حتى لو دماغك مرتاح أكتر لما تكون مع نفسك، برضو محتاج بشر في حياتك. مش لازم يكونوا كتير، مش لازم يبقوا عشرات الصحاب، لكن على الأقل لازم يكون في شخص أو اتنين تقدر تتكلم معاهم بصدق. خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، هل الشخص اللي بيكلم نفسه شخص انطوائي؟ ناس كتير أول ما يشوفوا حد بيحب يقعد لوحده يقولوا ده انطوائي، لكن الحقيقة مش دايما كده. الانطوائي مش معناه شخص بيكره الناس. الانطوائي ببساطة هو شخص طاقته بتفص بسرعة من الاختلاط بالناس.
يعني بعد ما يقعد مع ناس كتير بيحتاج يرجع يقعد لوحده شوية عشان يشحن طاقته. وعشان كده تلاقيه بعد يوم طويل مع الناس يرجع البيت ويقعد لوحده ويبدأ يحكي لنفسه: النهاردة حصل كذا، أنا كنت ممكن أتصرف بشكل أحسن، طب لو حصل الموقف ده تاني أعمل إيه؟ وده طبيعي جدا. لكن خلينا نكون صريحين مع بعض شوية، في سبب تاني ناس كتير مش بتتكلم عنه. بعض الناس بتكلم نفسها لأنها مش لاقية حد يسمعها، ودي نقطة مؤلمة شوية. في ناس كتير حواليها ناس، لكن مفيش حد بيسمعهم بجد. يعني ممكن يكون عندك أصحاب، زملاء، قرايب، لكن لما تيجي تتكلم عن حاجة جواك بجد تلاقي ردود زي: كبر دماغك، ما كلنا كده، انت مكبر الموضوع. وساعتها الشخص يحس إن كلامه مش مهم، فيقرر ببساطة إنه يحتفظ بكل حاجة لنفسه، ويبدأ يتكلم مع الشخص الوحيد اللي بيسمعه بصدق: نفسه. وفي سبب تاني مهم جدا، الكلام مع النفس بيخلي الشخص يفهم نفسه. في ناس كتير طول حياتها ماشية، لكن عمرها ما وقفت تسأل نفسها أسئلة بسيطة، زي مثلا: أنا ليه متضايق؟ أنا عايز إيه فعلا؟ أنا مبسوط في حياتي ولا لأ؟ لكن الشخص اللي بيكلم نفسه كتير غالبا بيقعد يسأل نفسه الأسئلة دي، وأحيانا يكتشف حاجات عن نفسه ما كانش واخد باله منها. ممكن يكتشف إنه مش مرتاح في شغله، مش مرتاح مع بعض الناس، أو حتى مش ماشي في الطريق اللي هو عايزه، والحوار الداخلي بيساعده يوصل للحاجات دي. لكن خلينا نسأل سؤال مهم شوية: ليه بعض الناس بتخاف من القعدة مع نفسها؟ لو جربت مرة تقعد في هدوء تام، من غير موبايل، من غير موسيقى، من غير أي حاجة، هتلاحظ إن في ناس كتير مش بتستحمل اللحظة دي. ليه؟ لأن أول ما الشخص يقعد مع نفسه دماغه يبدأ يفتح ملفات قديمة، يفتكر مواقف محرجة، أخطاء عملها، ناس زعلهم، أو حتى أحلام ضاعت. وعشان كده ناس كتير بتهرب من القعدة مع نفسها. لكن الشخص اللي بيكلم نفسه غالبا بيكون متصالح مع فكرة إنه يواجه أفكاره حتى لو كانت مش مريحة. وفي نقطة غريبة شوية، بعض العظماء في التاريخ كانوا بيكلموا نفسهم كتير. الفكرة دي مش جديدة، كتير من المفكرين والعلماء كانوا معروفين إنهم بيعملوا حوار داخلي مستمر، لأن التفكير العميق غالبا بيجي من النقاش الداخلي، كأن دماغك فيه صوتين، صوت بيسأل وصوت بيرد، والحوار ده هو اللي بيخلق الأفكار. لكن برضو لازم نفهم حاجة مهمة جدا: الكلام مع النفس نوعين. النوع الأول كلام صحي، زي إنك تحلل يومك، تفكر في قراراتك، تشجع نفسك، أو حتى تفضفض لنفسك. النوع ده طبيعي ومفيد. لكن النوع التاني هو الكلام السلبي مع النفس، وده أخطر بكتير من مجرد إنك تقعد لوحدك. الكلام السلبي مع النفس بيكون زي صوت جوه دماغك، لكن الصوت ده مش بيشجعك. الصوت ده طول الوقت بيقولك حاجات زي: انت فاشل، انت مش هتنجح، الناس احسن منك، محدش مهتم بيك. المشكلة ان الصوت ده بيكون صوتك انت، ومع الوقت الكلام ده يبدأ يتحول لحقيقة في دماغك، حتى لو هو مش حقيقي اصلا. عشان كده علماء النفس بيقولوا ان اخطر شخص ممكن يهدمك هو نفسك، لان لو انت طول الوقت بتكلم نفسك بطريقة وحشة دماغك هيصدق الكلام ده، ومع الوقت ثقتك في نفسك تقل. خلينا نسألك سؤال بسيط جدا: لما بتكلم نفسك بتكلمها ازاي؟ هل بتقول لنفسك: أنا ممكن أحسن من نفسي، أنا غلطت بس أقدر أتعلم، المرة الجاية هعمل أفضل؟ ولا بتقول لنفسك: أنا غبي، أنا فاشل، أنا مش نافع في حاجة؟ الفرق بين الاتنين ده بيغير حياة كاملة. خلينا نتخيل موقف بسيط جدا: شخص عمل حاجة غلط في الشغل أو في الدراسة. في شخص هيقول لنفسه: أنا غبي، أنا دايما ببوظ كل حاجة. لكن شخص تاني هيقول لنفسه: ماشي، حصل غلط بس اتعلم منه. الاتنين نفس الغلط، لكن النتيجة النفسية مختلفة تماما. خلينا نقول حقيقة ممكن تكون صادمة شوية: كل إنسان في العالم بيكلم نفسه، حتى الناس اللي شكلهم اجتماعيين جدا، حتى الناس اللي طول الوقت وسط الناس. كلنا عندنا صوت داخلي. الفرق بس إن في ناس بتستخدم الصوت ده عشان تطور نفسها، وناس بتستخدمه عشان تحطم نفسها. خلينا نتكلم عن حاجة يمكن حصلت معاك قبل كده. هل عمرك عملت سيناريو كامل في دماغك؟ يعني مثلا تتخيل إنك بتتكلم مع حد وتبدأ تتخيل الحوار كله، تتخيل هتقول إيه وهو هيرد يقول إيه وإنت هترد عليه إزاي. الموضوع ممكن يوصل إنك تعمل مناقشة كاملة في دماغك. الحقيقة إن ده طبيعي جدا، دماغك بيعمل كده عشان يستعد للمواقف، كأنه بيجرب الحوار قبل ما يحصل. وفي حاجة أغرب كمان: بعض الناس لما تبقى لوحدها بتتكلم بصوت عالي فعلا، يعني مش مجرد كلام في دماغها. ممكن تقول لنفسها: لا لا، كده غلط، استنى، خلينا نفكر،
لو حصل معاك الموقف ده قبل كده ما تقلقش، ده بيحصل مع ناس كتير جدا، وفي دراسات بتقول إن الكلام بصوت عالي مع النفس ممكن يساعد في التركيز، ترتيب الأفكار، وحل المشاكل. لكن خلينا نسأل السؤال اللي ناس كتير بتخاف تسأله: هل الكلام مع النفس معناه إن الشخص وحيد؟ الإجابة مش بالضرورة. في فرق كبير بين إنك تحب القعدة مع نفسك وبين إنك مش لاقي حد في حياتك. في ناس كتير عندها أصحاب وعندها عيلة، لكن برضه بتحب تقضي وقت مع نفسها، لأن الوقت ده بيكون راحة نفسية. خلينا نقول حاجة ممكن تكون مهمة لأي حد بيسمع الفيديو ده: لو أنت بتحب الكلام مع نفسك، ده مش معناه إن في حاجة غلط فيك. ممكن يكون معناه إنك شخص عميق التفكير، بتحلل حياتك، بتحاول تفهم نفسك أكتر. لكن لازم تسأل نفسك سؤال واحد بس: هل أنا بختار القعدة مع نفسي ولا أنا هربان من الناس؟ الفرق بين السؤالين ده كبير جدا. خلينا نخش في نقطة حساسة شوية. في ناس بتوصل لمرحلة إنهم يحسوا إنهم مرتاحين مع نفسهم أكتر بكتير من الناس، ومع الوقت يبدأوا يبعدوا عن الناس تدريجيا، يعتذروا عن الخروج، يقللوا الكلام، ويركزوا أكتر على عالمهم الداخلي. في البداية الموضوع بيكون مريح، لكن بعد فترة ممكن الشخص يكتشف حاجة غريبة: إنه بقى غريب عن الناس، مش عشان الناس اتغيرت، لكن لأنه بقى متعود أكتر على عالمه الداخلي، عالم هادئ ما فيهوش ضغط، ما فيهوش تمثيل. لكن الحقيقة اللي لازم نفهمها إن الحياة لازم يبقى فيها توازن. يعني إيه توازن؟ يعني يبقى عندك وقت تقعد فيه مع نفسك، تفكر، تحلل، تفهم نفسك أكتر، لكن في نفس الوقت يبقى في حياتك ناس تضحك معاهم، ناس تحكي لهم، ناس تسمعك. مش لازم يكونوا كتير، ممكن يكونوا شخص واحد بس الشخص ده يكون حقيقي. وفي النهاية خليني أقول لك حاجة مهمة جدا: لو أنت بتحب الكلام مع نفسك، ده مش ضعف وده مش جنان، بالعكس ده ممكن يكون علامة إنك بتفكر بعمق أكتر من غيرك. لكن خليك فاكر دايما إن صوتك الداخلي لازم يكون صديقك مش عدوك. شجع نفسك، سامح نفسك، واتكلم مع نفسك بالطريقة اللي تتمنى الناس تكلمك بيها، لأن في النهاية أكتر صوت هتسمعه طول حياتك هو صوتك أنت. فخليه صوت يساعدك تعيش، مش صوت يخليك تكره الحياة. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو، قولي في التعليقات بصراحة: هل أنت من الناس اللي بتحب الكلام مع نفسها ولا بتحب تحكي كل حاجة للناس؟ خلينا نتكلم في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوف محتوى أكتر عن النفس البشرية والأفكار اللي جوانا. ونشوفكم في الفيديو الجاي.